ثانوية عامة وربنا كرمك بعد إصرار ومحاولات دامت 7 8 سنين مثلا. وبابا وماما أقنعوك بإن أنت لازم تخش كلية من كليات القمة. لأن ابن مش عارفة مين مش أحسن من ابني اللي دخل هندسة ده، وبنت مش، لا يما، لا هو أحسن من ابنك. هو ربنا اداله القدرة إنه يقدر يقعد على الكتاب ويذاكر. أنا ما عنديش القدرة دي يما. أنا بقعد بقعد على الكرسي 10 دقايق اما بحس ان في حاجه بتقرصني من تحت. ما بقدرش، ببقى عايز امسك الموبايل، مش عارف. بس انا استحملت ياما القرص ده في ثانويه عامه. انا مش هخش هندسه، ادرس في هندسه 14 سنه، وفي الاخر لو اتخرجت مثلا يعني ده لو اتخرجت هتتخرج من عماره تبقى فرفور، من مدني هتبقى مقاول انفار، من بترول تبقى بتاع جاز، من كهرباء تبقى لاسع ومجنونه وكل الناس بتخاف منك، ميكاترونكس اصلا يعني ما بيشتغلوش وما لهمش لازمه في الحياه اساسا. انا كنت واحد من المتخلفين ولاد العبيطه اللي انا قلت عليهم دول، اللي دخلوا هندسه، وبالاخص دخلت هندسه بترول عشان انا بحب الفلوس قوي. بس انا اكتشفت بعد ما دخلت ولبست ان هي نهايه العالم قربت، وما بقاش فيه بترول في العالم، وشركات البترول كلها بتقفل، وسودوا لي الدنيا في وشي يعني. ما فقدتش الامل وما زهقتش، وقلت هكمل وانجح، وهفتح بنزينه. لانه مشروع حلو وبيكسب، والبنك الاهلي هيمولهولي. يعني البنك الاهلي مول مصنع براميل، مش هيمول بنزينه يعني. هندسه بترول بدرس الجيولوجيا بجميع انواعها ومشتقاتها، والحاجات اللي ملهاش دعوه بالجيولوجيا اصلا برضو بدرسها. يعني اي حاجه على الارض لازم يكون لها تفسير عندك. اي حاجه موجوده على الارض، يعني انت ماشي في الشارع لقيت كلب بيعمل حمام هنا، ليه؟ اشمعنى هنا؟ تزق الكلب، تحفر، تطلع اللي حفرته، تخش معملك، تحلل يا باشا. سبحان الله، ابو الكلب كان مدفون هنا. ايام ما كان ابوه عايش كان في بينهم مشاكل اصلا، فالكلب ما بيحبش ابوه، فحالف لما يموت لا يطرطر عليه. سبحان الله. معلومه قيمه لازم كل الناس تعرفها، لان انت لو ما عرفتهاش ممكن تموت ناقص عمر بقى، يعني يجي لك سرطان في دماغك. المهم ان انت ما ينفعش تموت وانت مش عارفها. اسيا وافريقيا كانوا قاره واحده. او المصحف ما تندهش، استنى، مش الاندهاش مش هنا خالص، الاندهاش في السؤال. ايه اللي بعدهم عن بعض؟ اصل افريقيا طلع ما بيعرفش، واسيا اصلا طلعت ما بتخلفش. ايه الاسئله المقرفه دي؟ يعني ايه اللي بعدهم عن بعض؟ بعدوا نصيب، بعدوا عن بعض. واحنا دلوقتي في امر واقع ان احنا اتولدنا لقينا اسيا وافريقيا مش مع بعض، ومستحيل هيرجعوا لبعض، لان اللي اتكسر عمره ما بيتصلح. ودلوقتي المشاكل كبرت وبقى بينهم انهار وبينهم بحار ومضايق وبلاوي، يعني خلاص انا مش هستفاد حاجه. معرفتي بانفصالهم مش هيرجعهم لبعض. دخلت صيدله وقعدت من 6 ل 8 سنين بتدرس في صيدله، وبتسمع اسامي لاتينيه وجمل وحركات انت اصلا مش فاهمها. وكده كده انت عارف انك خارج تقف في اجزى خانه تبيع كيس جل ب0.5 جنيه وكيس لولوا بتاع نسيم الحياه. ليه بتعمل كده؟ ويا ريت اللي هيخش عليك ده هيقدر ال6 8 سنين اللي انت درستهم، وهيقول لك يا دكتور، ده هيقول لك يا اسطى، يا برنس، يا زميلي، يا صاحبي، وابن الناس فشخ هيقول لك يا معلم. يعني انت مش هتسمع دكتور دي غير من امك وهي بتغيظ خالتك سوها بيك. يعني لان اصلا طول ما انت في البيت احنا متعودين ان امك بتدلعك باسامي حيوانات معروفه. بقى استحمل، مش اللي مش قد الكحل ما يتكحلش. هيخش لك عيل معفن يقول لك والنبي اديني اللبوسه دي عشان ماما ضوافرها طويله بتخربشني، اديله، ما تتكلمش. لك واحده مثلا تسالك يعني انهي احسن، اولويز ولا صوفي، فانت لازم ترد رد دبلوماسي عشان ما تخسرش زبونك. يعني ده زبون الاجزخانه. هترد الرد الديمقراطي وهتقول لها يعني والله انا عن نفسي برتاح جدا في اولويز، لان مع اولويز للغسيل مفيش مستحيل. بس انا صاحبي بيرتاح جدا مع صوفي عشان هي الفوطه الرائده في اليابان. بس خدي مني وما تراجعيش ورايا، اللي هديهولك ده التوب. ولا عاطف كيسين اولويز بينك وكتر الاجنحه عشان نطيرها من السعاده. دخلت طب اسنان، عز 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 عز، لا 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 لا، دول بقى منتشرين اكتر من بيومي فؤاد. ترمي في القهوه تشتغل على اسنان صحابك عشان ما تنساش بقى المهنه واللي درسته، يا اما بابي غني فشخ فهيفتح لك عياده ويجيب لك بقى التكييف والشيزلونج ويعمل لك يافطه مضيئه ويكلف ويصرف. كل ده ليه؟ عشان في الاخر يخش لك عيان يسيب الماسك اللي مالي وشك كله ويتفتف في وشك في الحته العريانه، التفه تلزق هنا. يجي لك عيان هو اصلا نصاب، فخايف طبعا يتنصب عليه، هتلاقيه كل 3 4 ثواني عمال يعمل كده على الحشو بلسانه، يحسس بالحشو، يحسس بلسانه على الحشو. يعني تحس ايه؟ هتفكه انت بقى وتشيله تاني وتنصب عليه، والشغل ده كل شويه ايه ده؟
اما بالنسبه لتجاره يعني دي قهوه المصريين. يعني اكتر من نص شباب الشعب المصري في تجاره، وهتتخرج منها تقعد 8 ساعات على كرسي لحد ما تاخد لقب عيلة الهنش. وبالنسبة للإعلام في بلدنا